أنا معايا على التليفون مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة. مساء الخير فضيلة المفتي، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيك فضيلة المفتي. ماذا كنت تخفي خلف هذه الابتسامة يا فضيلة المفتي؟ بس تصحيح، احنا كنا في مجلس علم في رسالة علمية بنناقشها. تمام. فما كانش مؤتمر، وهم ما منعونيش من الدخول لان انا كنت قاعد على المنصة وقاعدين شارعين في المناقشة. امال عملوا ايه؟ دخل 20 واحد منهم يتنططوا مساكين بصورة هستيرية، مع الألفاظ البذيئة، مع الشتيمة، مع الصراخ. حاولت في هذه الابتسامة أن أتفهم ماذا يقولون. كان من شدة الانفعال والحماس والتليفون اللي تلقوه من قيادتهم إنهم يعملوا هذه التمثيلية، كل هذا أنا كنت ببتسم. صعبان عليا حال البلد، صعبان عليا مجموعة من الشباب فشلت الإخوان في تربيتها، بدل ما يطلعوا شباب ربانيين طلعوا شباب أولاد الشوارع أحسن منهم. وإن نفس الأشكال بتاعتهم بتدل على أنهم غير عاديين. يعني ساعات الحزن والكآبة والإحباط بيأثر في عضلات الوجه. فبنبص في العضلة مش لأنه هو شكله وحش ولا شكله حاجة كده، لا، لأنه الأثر النفسي على الوجه بيختلف كثيرا من السوي وغير السوي. كانوا مجموعة من الشباب بنرحمهم باعتبارنا احنا آباء وأساتذة، بنتمنى ليهم ان هم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى من هذا الهراء. بنتمنى من قيادات الاخوان انهم يراجعوا انفسهم، لانهم فشلوا فشل ذريع في تربيه اولادنا. في تربيه، ما هم دول اولادنا مش اولادهم طبعا. طبعا دول اولاد مصر، ولازم يرجعوا مره ثانيه، وهنبذل فيهم كل غالي ورخيص. بس انا حسيت ان العقل اغلق، وانه لم يبقى الا الحيوانيه الداخليه في الانسان الذي ليس ربانيا وليس تقيا وليس متدينا. يبقى الجسد فقط هو الذي يتحرك. والحمد لله قعدوا 7 دقائق تنفيذا للاوامر اللي تلقوها، وخرجوا بعد الهتافات التي اذاعتها الاذاعات، وانا كنت حريص على تصويرهم صوت وصوره علشان اذيعها في كل القنوات ويشوفوا الناس كيف تخرج هذه الألفاظ من هؤلاء الشباب. لأن الناس ممكن تقول هم قالوا إيه الحكاية. السب والقذف والشتيمة والإهانة للجيش وليا ولآبائي. أبويا رحمه الله تعالى عرف يربيني، بس هم قيادتهم معرفتش تربيهم. وفي خلل كمان موجود في الأسرة إذا كان الأب مش من الإخوان، إنه ترك ابنه لغاية ما يذهب إلى هذه الحمية أو إلى هذا الطين والوحل الذي وضعوا فيه الشباب. شبابنا اللي احنا حريصين عليه، واللي احنا هنجيبهم إن شاء الله مرة تانية. مش هنجيبهم على طول يطرأ ليهم كما علموهم الكذب، المعتقلات ومش عارف ايه. ابدا، ده احنا هنجيبهم الى حظيره الاسلام مره ثانيه، هنجيبهم الى حظيره الاخلاق مره ثانيه، هنجيبهم الى دائره القيم مره ثانيه. مش هنيأس، لان دي دعوتنا، ودول شبابنا، ودول اولادنا. وهنعرف ازاي نشيل هذا الهراء من اذهانهم، وازاي ان احنا نشيل هذا الادمان، لانهم علموهم التكفير لا التفكير. تمام. فضيلة المفتي، ماذا يريد الإخوان من الدكتور علي جمعة؟ هو اللي حرقهم وكويهم أننا قد وصفناهم بالوصف الشرعي بتاعهم، وهم أنهم خوارج. فدي حرقهم قوي، لأنهم يعلمون من هم الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار. وهم يعيشون أوهاما أنهم ليسوا خوارج، إنما هم يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي معروف في السباب والشتيمة وعدم الربانية، أي معروف
النهارده اثبتوا اثبات عظيم والحمد لله مصور بالصوت والصوره انهم خوارج. الكلمه دي مضايقاهم قوي ومتعباهم قوي، وزي ما قلنا واعتذرنا للشيخ يوسف القرضاوي ان هو راجل كبر واصابه تصلب الشرايين لما حرض على الجيش المصري وحرض كذا، وانه اصابته الزهايمر وانه خلاص يعني يعتزل يرحمك الله. فاتضايق قوي من حكايه تصلب الشرايين دي، وطلع يتهته في البرنامج بما يؤكد ان هو مصاب بتصلب الشرايين والزهايمر. عيب ده احنا بنقول ان ما قدمته من خير هنقبله منك، وان انت ما قدمته من شر من الان هو عباره عن ناتج لمرض ربنا يعافيك. فما رضيش وقال لا انا مش مريض انا جدع. طيب يا سيدي اذا كنت مش من المريض تبقى خارجي، اذا كنت مش مريض تبقى فاسق، اذا كنت انت ما انتش مريض تبقى زنديق، اذا كنت انت مش مريض تبقى مجنون. فاذا هم الاخوان تعبانين نفسيا، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبهم لانهم يظلمون، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب قلة الادب ولا يحب قلة الحياء ولا يحب انحراف التربية. تمام. انا بشكر حضرتك جدا فضيله المفتي الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصريه السابق، ويعني زي ما حضرتك قلت كانت مجموعه ولكن يعني مرت على خير. انا بشكر حضرتك جدا جدا.